أهلا وسهلا بكم من هذه المدينة. بنيت قبل 1200 سنة، أصبحت أكبر مدن العالم، وصلت إلى أوج ازدهارها الفكري والثقافي في القرن الثامن ميلادي، وارتبط اسمها برواية ألف ليلة وليلة. سميت مدينة الحب والسلام، أغنية الزمان وحديث الشعراء والركبان، منزل القادة والخلفاء وتيجان الملوك. غزاها المغول، ثم أبادوا شعبها وحضارتها، ثم البريطانيين، ثم الأمريكان، ولم يستسلموا. كما قال علي الطنطاوي: هذا البلد ينام ولا يموت. يصفها ابن بطوطة بعد غزو المغول: مدينة ذهب رسمها ولم يبقى سوى اسمها. مدينة قال عنها المتنبي: إنها هلال الأشهر الحرم. قال عنها أبو محمد الباقي: دخلنا كارهين لها، فلما ألفناها خرجنا مكرهين. وصفها مظفر النواب بأنه البلد الكريم الخجول. وقال عنها الجواهري: لا تعجبوا، إن القوافي حزينة، فكل بلادي في ثياب الحداد. أما اليوم تزدهر هذه البلد بالأمن والسلام والمحبة والاستقرار والنمو، كما قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن المملكة العربية السعودية تضع خبراتها وخدماتها في نمو واستقرار هذا البلد، لأننا ننظر إليه بإكبار واحترام. أهلا وسهلا بكم من بغداد العراق، ثالث أيام العيد الفطر المبارك.